مراكب الشمس والقاعات العرض الرئيسيه وكل حاجه، وقاعه عرض توت عنخ امون، كل المتحف لفيناه. تمام، حتى الجزء اللي هو الخاص بال المطاعم والمول وكده برضو لفينا فيه. السلام عليكم. فيديو المتحف المصري الكبير المنتظر اللي وعدتكم بيه. هناخد جولة كبيرة في المتحف المصري الكبير، وبما ان المتحف كبير جدا فاحنا بقى يعني هناخد فيه فيديوهين 3. الفيديو ده هيبقى للمتحف ككل بقى، يعني ساحة المتحف الخارجية والمتحف من جوه وتفاصيل المتحف وكده، وبعد كده هيبقى فيه فيديوهات تانية هتبقى تفصيلية لقاعات العرض وقاعة توت عنخ امون ومتحف مراكب الشمس. لكن سامحوني النهارده مش هيبقى فيه فويس اوفر على الفيديو، لاني شرحت كل حاجه وانا بسجل وانا بصور، يعني اختصارا للوقت. بس بقى بغض النظر ان احنا رايحين المتحف، بس انا ما اقدرش اعدي شكل السحابات الجميله. بص الجمال. بصوا بقى كده، احنا دخلنا من البوابه اللي هي قبل الرئيسيه كده. احنا رايحين على البوابة. على فكرة معلومة مهمة قوي بقى، ادفعوا او احجزوا من قبل ما تروحوا بكام يوم، لان ممكن تبقوا رايحين في اليوم اللي انتوا رايحين فيه ده تحجزوا تلاقوا التذاكر خلصانة، فخلوا بالكم قوي من الحتة دي. بصوا كده دخلنا، ولسه برضو جوه في ساحة قبل ما تدخل جوه المتحف. الناس كلها دي منتظرة علشان بيبقى فيه وقت للدخول بقى، يعني أول ما بتيجي تحجز التذكرة بيقول لك وقت الدخول من إمتى، من 1 ل3 ولا من 3 ل5. إحنا عشان حجزنا من 3 ل5 ولسه الساعة ما جاتش 3، فإحنا مستنيين بقى. بصوا الموضوع يا جماعة مش سهل خالص. وأخيرا دخلنا من بوابة الدخول. أنا حسيت إن أنا في المطار والله، إجراءات وانتظار وحاجات كده، يعني الدخول طولنا قوي لحد ما دخلنا، يعني استنينا لحد الساعة 3 دلوقتي لما جت 3 بالظبط عشان ندخله. أهلا بكم في المتحف المصري الكبير. تعالوا بقى ندخله ونشوفوا تفاصيل المتحف من جوه. بصوا بقى شكل المية دي، مش عارفة ايه المغزى منها. المية دي اخرها هنا. والمسلة أول ما بتدخلوا بتلاقوا المسلة في الساحة بتاعة المتحف. أنا كنت فاكرة بقى الساحة دي مفتوحة يعني لأي حد قبل ما يشتري تذاكر ويدخل، لأ، هو شراء التذاكر قبل ما تدخل أي بوابة. بصوا جزء تاني اهو، في ميه، في ناس بتوطي تحط ايديها في الميه دي، مش عارفه الميه دي مباركه يعني ولا ايه بالظبط. بصوا بقى المساحه اللي على المتحف عليها قد ايه. بصوا المساحه كبيره جدا جدا ازاي. بصوا كل دي مساحه المتحف. طبعا لسه ما دخلناش جوه، دي الاهرامات بانت اهي. بصوا كده وصلنا للبوابة بقى. النهاردة على فكرة زحمة علشان النهاردة الجمعة، بيبقى زحمة أكتر أيام، يعني الويك إند، الخميس والجمعة والسبت تقريبا. ده بقى الفتحة اللي بتدخل منها الشمس عشان تتسلط على وجه رمسيس الثاني. انا كنت اعرف ان هو له كذا مدخل، بس يعني انا مش شايفه غير المدخل ده بس. اول ما بندخل بيقابلنا تمثال رمسيس الثاني، اكبر تمثال في المتحف كله. بصوا طبعا ده اللي اتعمل عليه قلش السنين، يعني من ساعه ما اتعمل المتحف وكل الفيديوهات اللي هي الكوميدي بقى اتعملت عليه هو اهو. كده الناحيه دي ده البهو العظيم تقريبا كده. التفاصيل دي محطوطه بقى بطريقه مدرجه. النهارده الفيديو الوحيد اللي هتلاقوني بصور فيه وانا بتكلم، مش هعمل فويس اوفر، لان لو هستنى اعمل فويس اوفر
الفيديو هينزل بعدها بيومين 3. الميه اهي اللي وقع فيها ناس كتير، الحمد لله حوطوها بايه، بسور كده علشان محدش يقع. كده احسن بصراحه. تمثال طبعا فظيع. بصوا هنا التماثيل دي بقى اللي على درج او على سلالم. هنطلع فوق السلم بقى ونصوروا المتحف من فوق. المتحف بقى كده من فوق. بصوا البوابة بانت اهي. الشمس بصوا احلى ما في المتحف. بصوا الشمس داخلة ازاي. رمسيس التاني طبعا اكبر تمثال في المتحف، هيبان معاك من اي مكان. بصوا بقى انا بصور كأنكم معايا، ولا هعمل مونتاج للفيديو ولا هحضر كلام اقوله. بصوا كده في كل مكان في المتحف هتلاقوا تماثيل واثار واجانب كتير. قابلت الاجانب في المتحف اكتر من المصريين. لسه كمان في فوق تاني هنطلعوا على السلم الكهرباء نصوروا تصوير احلى. بصوا اللقطه دي باين منها الهرم بس للاسف مش جاي في التصوير. كده نحاول نجيبه اهو. شفتوا الهرم؟ بصوا باين ازاي من هنا، شكله تحفه. جمال. يلا نكمل الممر ده او الكوبري ده. بصوا في كوبري بقى زي اهو عشان تفهموا اللي انا بقول لكم. كوبري هنا بقى وصلنا لاعلى مكان في المتحف. بصوا كده خلاص مفيش فوق تاني الحمد لله. هنقدر بقى نصور، نشوف هنصوروا ايه. بصوا بقى هنا مكان قاعات العرض الرئيسيه. تعالوا بقى بصوا المنظر من هنا. بصوا بقى بصوا الجمال. بصوا الجمال. شوفوا الاهرامات بقى من النافذه الزجاجيه دي. شكلها تحفه. ده اعلى مكان في المتحف. بصوا كده بقى عشان نجيبوا هرم خفرع. خوفو وخفرع، لا منقرع كده. خوفو اللي على الشمال، خفرع منقرع الاخير ده صغنون. هنا بصوا قبل بقى ما ايه تنزلوا من عند قاعة توت عنخ امون هتلاقوا الحمامات هنا على ايدكم الشمال وانتوا طالعين. من هنا بقى بيبان الشكل الكلي للمتحف. بصوا كده نزلنا بقى خالص. احنا بقى في القاعة ايه الاساسية تحت او في الدور الارضي تحت بتاع المتحف. بصوا ده المدخل اللي دخلنا منه. بصوا بقى هنا في مجموعة مطاعم. بصوا احنا اتهرسنا فوق في القاعات بتاعة العرض وما صورناش الجمال اللي تحت ده. بصوا الجمال تحت. بصوا المتحف حلاوته تحت على فكرة والله العظيم. ممكن ما تخشش قاعات العرض فوق بس تتمشى في المتحف تحت. بصوا الجمال. في مصلى هنا يعني حسسونا ان في شوية اسلام بعد كل الوثنيات اللي شفناها دي والاوثان.
هنا بقى مجمع المطاعم، تقدر تدخل تاكل حاجة تشرب حاجة. الحمد لله في مكان لكده لان احنا جوعنا جدا. بصوا مش عارفة ايه المية اللي في كل مكان دي، مش عارفة ده ايه ده. تعالوا نخرجوا من هنا بقى. وصلنا عيادة. هنا كده احنا في اماكن بقى مجمع المطاعم والماركت. بصوا تحس انك جوه مول كمان. والله حلو الكلام ده قوي. بصوا عايزه اقول لكم ان الاسعار هنا مش بس سياحيه، الاسعار هنا مبالغ فيها بطريقه مش طبيعيه. يعني احنا ازازه الميه الصغيره ام 6 جنيه ب 55 جنيه. ده جوه كان يعني كافيه مش لوحدها. تعالوا كده هنروح الماركت ونشوف الاسعار جوه الماركت عامله ازاي. هنا ده المتجر الرسمي الخاص بالمتحف. اكيد طبعا بيبقى فيه حاجات يعني تقليد للحاجات الفرعونيه. احنا كده خلصنا جولتنا وخارجين كده خلاص. مفيش حاجه بقى في المتحف ما شفناهاش، على استحياء طبعا مش بالتفاصيل، لكن يعني لفينا المتحف كله. متحف مراكب الشمس والقاعات العرض الرئيسيه وكل حاجه، وقاعه عرض توت عنخ امون، كل المتحف لفيناه تمام. حتى الجزء اللي هو الخاص بال المطاعم والمول وكده برضو لفينا فيه. كده تكون خلصت جولتنا في المتحف المصري الكبير. اتمنى تكون الجولة عجبتكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. تابعونا في فيديوهات تانية كتير على قناتكم قناة دانتيلا. باي باي جدو رمسيس. كده خرجنا في الساحة الرئيسية. خلصت جولتنا في المتحف المصري الكبير. بصوا المسلة بقى بالليل بتبقى منورة ازاي. بصوا خلاص طبعا هتلاقوا كل الناس طالعة لان ميعاد خروج من المتحف او ميعاد قفل المتحف تبقى الساعة 6 والخروج منه تقريبا 7. الأهرامات لينا جولة تانية وفيديو مخصوص للأهرامات، مش هنقدر نكون في القاهرة وما نروحش الأهرامات. بصوا كده احنا خلاص على البوابة الأخيرة. بصوا مفيش حد بقى خلاص، غير ما كنا داخلين كانت الدنيا زحمة. بصوا كله خارج. المتحف المصري الكبير شفناه واتفرجنا عليه كله. باي باي. بصوا المنظر، الاهرامات شكلها تحفه. الكوبري ده بقى ده اللي انتوا شايفينه بيودي على الاهرامات دايركت. بصوا الجمال. على فكره هو هنا لاحظت فيه كمان في ايه، في المترو اللي هو الخط الثالث للمترو ده. بصوا لو قربت لكم الصوره، في محطه مترو هنا مخصوصه للمتحف اسمها محطه مترو متحف المصري الكبير. بصوا اهو قصاد المتحف على طول، قصاد بوابه المتحف.